عليه وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده اكيد انتوا شايفين المكونات، هندخل في التفاصيل على طول. النهارده هنعمل الاكله الشعبيه المصريه، هنعمل البصوره. معانا ربع كيلو فول، معانا بصلايه متقطعه كده اي تقطيع عشوائي لان ده كله هيتطحن، وفصوص توم، ومعايا الشبت وبقدونس وكزبره كانك هتعملي محشي. حله على النار، حطيت فيها معلقتين زيت وهنزل فيها دلوقتي البصلايه. بسم الله هبعد بس كده، ربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب. بسم الله. نزلت دلوقتي بالثوم حبايبي، ونزلت معاه بالبصل، هاخدهم تقليبه كده وارجع لكم اول ما تدبل علشان خاطر نشوف هنكمل ازاي مع حبايبي. زي ما انتم شايفين كده انا مش عايزه البصله تحمر مني، انا يا دوبك تدبل. هنزل دلوقتي بالفول، نقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده احلى اكله تاكليها في الشتاء كده مع بتنجان مخلل مسلوق او مقلي وقرن فلفل، تاكليها مع بصل قوطه مخلله، يا سلام يا سلام. زي ما انتم شايفين كده انا بقى هحط دلوقتي عليها كزبره ناشفه، معلقه صغيره كمون. دي التوابل اللي انت عايزه تحطيها، مش عايزه تحطيها براحتك. حبه نعناع لو حابه، في ناس بيحطوا لها ملوخيه ناشفه، لكن دي طريقتي انا. بقى حطيت كده، قلبت تقلبتين كده الفول مع البصل والثوم، هنزل عليهم بالميه ازودها بسم الله، وبس كده. هسيبها بقى تاخد نص غلوه، وبعد النص الغلوه هروح حاطه عليها الخضره علشان خاطر تفضل الخضره بالقيمه الغذائيه بتاعتها ولون خضرها. وبعد كده هنرجع نكمل ونشوف هنكملها ازاي مع بعض حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما انا سويتها خليتها تستوي على الاخر بالشكل ده كده، يا دوب تضربيها في الخلاط، تعمليها بالهاند بلندر زي ما انت عايزه. وده البصل انا جبت شويه زيت ورحت محمراهم فيه، وزي ما انتوا شايفين القرمشه بتاعته كده وشكله اللي هو محتاج يتاكل حاف. هروح بقى دلوقتي هضربها في الخلاط او الهاند بلندر عشان الصوت، وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي ليها. انت بقى حابه تحطي نعناع فيها، ملوخيه ناشفه، اللي انت عايزاه. انا بحب اسيبها كده، وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي. بس بعد ما اضربها اللي انا هديها غلوه تاني على النار واحط لها الملح بتاعها. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتم شايفين كده مش قادره اقول لكم، ريحه والطعم خطير. مفيش احلى من الاكلات الشعبيه المصريه. وسر التكايه عندي اللي انا حمرت فصين توم مع كزبره كاني بعمل ملوخيه، وحطيتهم فوق الوش عليها بعد ما طحنتها، واديتها غلوه ورشه الملح. وطبعا البتنجان يا عيني عليه مع الفلفل. ما هو الاكل الشعبي مفيش احلى منه والله. المصريين عباقرة في اكلهم. اتمنى منكم الفيديو النهارده تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي لايكات. لو الفيديو بسيط وسهل عليكم طبعا تشتركوا لي وتدعموني، وفيديوهاتي كلها تكون بسيطه وسهله ليكم. ما تنسوش الاشتراك واللايكات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.